مباريات دوري الابطال عادت الينا من جديد، وليله الابطال جاي علينا. يعني ده بص، ده اكنه فرحي، اكنه فرحي، مش ليله الابطال دي والله العظيم. وتعالوا نشوف مين اللي هيخيش ومين اللي هيعدي في ليله الابطال. بس ثواني قبل بس ما تشوف مين اللي هيخيش ومين اللي هيعدي، لو انت مش عامل فولو اعمل فولو، ولو مش عامل لايك للفيديو دوت اعمل لايك للفيديو دوت، ولو ما عجبكش يبقى شيل اللايك عادي. ونخش على اول ماتش وهو ما بين ريال مدريد وارسنال. ريال مدريد يا جدعان خارج من ماتش كان فضيحه بالنسبه له، والماتش دوت كان هيخسره الدوري وهو لسه لحد دلوقتي خسران الدوري، فخارج بمعنويات وحشه. ولكن يا جدعان انسى كل اللي حصل. ريال مدريد في دوري الابطال مختلف تماما وبشخصيه مختلفه تماما عن اي بطوله تانية، عن الدوري عن الكاس. ريال مدريد في دوري الابطال حاجه لا تهزم ولا تقهر، فهتلاقي ارسنال قدام ريال مدريد يعني مش اقوى حاجه. دايما 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 في السنوات الاخيره اما تحط ريال مدريد قدام اي فرقه تانية في الابطال فكفه ريال مدريد دايما اللي بتربح. وخصوصا ان ارسنال عنده حبه اصابات كده قويه، ان هو لحد دلوقتي بيلعب من غير راس حربه. هو عنده راسين الحربه اللي موجودين متصابين، الا هما مين؟ كاي هافرتس وجابريال خيسوس، ومعاه كده الباك بتاع الدفاع اللي عنده الباك الشمال كالافيوري برضه مصاب. فبالنسبه لي اول متاهل هيكون ريال مدريد قدام الارسنال، ونخش على الماتش الثاني وهيكون ما بين انتر والبايرن. البايرن في وضع لا يحسد عليه، عندها كميه اصابات كتير فشخ، كتير قوي. عد معايا: النوير في حراسه المرمى، عندها قلب الدفاع وبمكانه مع السلامه، عندها الباك الشمال الوحيد ديفيز مع السلامه. نخش بقى ايه في خط النص الهجومي: موسيالا مع السلامه. في الهجوم عندها كومان برضه مع السلامه. 5 لعيبه عند البايرن مش موجودين، فدي حاجه تحزن. هي اصلا بكل اللعيبه ديت لو بتلعب معاها قدام الانتر هتخسر. هتقول لي اشمعنى؟ هقول لك عشان الانتر ثابت على موقفه من 3 4 سنين. انزاجي عمل فريق صعب جدا جدا، فتاني ترشيح هيكون لانتر ميلان. عشان كده بقى معانا اول 2 متاهلين الا هما ريال مدريد وانتر ميلان. نخش على الماتش الثالث وهيكون ما بين باريس سان جيرمان واستون فيلا. لو جينا لباريس سان جيرمان فباريس سان جيرمان بيعيش احسن اوقاته خلال الموسم هو الوقت ده، احسن اوقاته حرفيا. ليه؟ راجل اول حاجه حسم الدوري بدون ولا هزيمه وقدامه 6 مباريات بس، ويحصد على الدوري الذهبي ان لم يخسر. في الدوري نار على زيت حار. بالنسبه للابطال فالراجل اللي عمل كل حاجه في الابطال، طلع حرفيا العتاوله وهزمهم واحد ورا الثاني، ومش هزمهم بس باداء عادي، باداء جبار. واخرهم وبالنسبه لي تاني اقوى فرقه في اوروبا ليفربول. الراجل طلع ليفربول في عز مجدها باداء كان احنا كلنا شايفينه، اللي هو ازاي باريس سان جيرمان بقى عنده الشخصيه دي وعنده دفعه معنويه ان هو يقابل استون فيلا اللي بيلعب في الدوري الانجليزي، وهو اصلا مخرج بطل الدوري الانجليزي بتاعهم. باريس سان جيرمان المفروض بالعقل والمنطق هيخش على استون فيلا هيقرقش. ولكن يا صديقي لا تستعجل في الحكم، لان استون فيلا السنه دي فشيخ فشيخ قوي. هو السادس في الدوري الانجليزي، ولكن السادس في الدوري الانجليزي فاضله 3 نقط ويبقى الثالث او الرابع. يعني تاني حاجه اوناي ايمري مدرب قوي جدا جدا جدا، بس مع الفرق المتوسطه. هات له اي فرقه متوسطه هيخليها لك فشيخه، تدي له فرقه كبيره هيقول لك مع السلامه انا مش بتاع الكلام ده. ومن المدربين اللي بيعرف يطلع احسن ما في اللعيبه. يعني هو جاب راشفورد بالنسبه لي كان زباله مانشستر يونايتد خلاه جامد، جاب اسينسيو بالنسبه لي كان زباله باريس سان جيرمان خلاه جامد، غير انه عنده لعيبه جامده جدا زي واتكنز وزي اونانا وزي لوكاس دين. واهمهم بقى في كل البارتيتا ديت عنده حارس مرعب، حارس مرعب، حارس فشيخ في التصديات وفشيخ في ضربات الجزاء. يعني اذا كان دوناروما فشيخ في ضربات الجزاء فده افشخ منه. وكمان بالنسبه لي وبالنسبه للراي الشخصي اقسم بالله اعلى من دوناروما في التصديات وهو بكتير، فان هو جاب كاس العالم للارجنتين. وبرده استون فيلا عنده دفعه معنويه قويه لان هو غلب نوتنجهام النونو سانتو. يا جدعان يا جدعان غلب الجاد فازر حاليا بتاع الدوري الانجليزي. راجل ما عندوش اي امكانيات والثالث في الدوري الانجليزي هو غلبه. فصباح الفل دفعه معنويه جباره قبل ماتش باريس. بعد بقى حسابات كتير، حسابات رياضيه وقسمه مطوله وجذور تربيعيه، وفي الماتش دوت كل اللي هيطلع منه وكل اللي هنطلع بيه ان باريس سان جيرمان هتكون هي المتاهل الثالث. ونخش بقى على رابع ماتش واخر ماتش ما بين من اقوى فرق اوروبا هذا السيزون الا وهي برشلونه قدام اكتر فرقه محظوظه وطالعه يعني بالحرام صراحه، يعني دورتموند. حرفيا يا جدعان برشلونه احتمال كبير جدا ان هي تمسكها تقرقشها. برشلونه بتلعب بالفول باور بتاعها بالهجومها الكسح الجبار، ما ينقصوا في هجومها غير هو لاعب واحد فقط الا وهو داني اولمو. ولكن الراجل يعني طبعا بيفرق في ان هو بيزود القوه الهجوميه عند برشلونه، ولكن برشلونه ما بتقفش على حد السنه دي. بالنسبه لي برشلونه هتعملها حصاله، واذكروا كلامي دوت وخدوا سكرينات شوتات او شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه وفكروني بيه. اكيد الماتش الرابع اللي هو ما بين برشلونه ودورتموند، يعني برشلونه ما فيهاش كلام،
عشان يكونوا المتأهلين كالآتي: اول واحد ريال مدريد، تاني واحد برشلونة، تالت واحد باريس سان جيرمان، ورابع واحد انتر ميلان. ده توقعاتي، واهم حاجه توقعاتكم انتوا. اكتبوا لي في الكومنتات تحت. واخر مره اقولها لك يا بني ادم، لو انت مش عامل لي فولو اعمل فولو او سبسكرايب، ولو مش عامل لايك للفيديو اعمل لايك للفيديو وشير الفيديو ده مع اصحابك. وسلام.